اهلا بيكم. الفيديو النهارده عن مشاعر الكراش. عايزين نعرف مشاعره تجاهك، وكمان ناخد سؤال: هو ليه مش بيعترف؟ ليه مش بياخد خطوة تجاهك؟ معانا مجموعتين، المجموعة الاولى لون الابيض، المجموعة التانية لون الاسود. اختاروا بالاحجار او بالالوان او بالحروف، هسيبها لكم في صندوق الوصف. هسيبكم ثواني تختاروا ونبدأ على طول. اهلا بيكم يا مجموعة رقم 1 اللي اختارت اللون الابيض. اول حاجة هناخدها هي طاقتك انت. اولا كده انت كان في حاجة عملية، الحاجة دي تخص العمل او الدراسة بالاكتر، يعني انا مش حاساها حاجة عاطفية بس هي ممكن، ولكن بالاكتر هي حاجة عملية. الشيء ده انت اجتهدت فيه كتير قوي، بذلت فيه مجهود كتير، ولكن خيب ظنك كتير قوي. يعني انت كنت بتحس ان انت بتبذل فيه مجهود ومش بتاخد فيه ثمرة تعبك ده، ولكن انت مؤخرا اجتهدت اكتر في الموضوع ده لدرجة ان انت حققت النجاح اللي كنت بتحلم بيه وحققت الانجاز وحسيت ان انت انتصرت كده. ممكن على فكرة يكون الموضوع ده ليه علاقة برضو بقضية معينة، حاجة حكومية انت خدت حقك فيها وانتصرت فيها. مش لازم تبقى حاجة عملية قوي او شغل او وظيفة، انتوا خدوها حسب القصة بتاعتكم، ولكن ده بشكل عام انت في شيء كنت تعبان فيه جدا جدا جدا، والحمد لله ربنا نصرك فيه وحققت فيه انجازات كبيرة قوي. ده بالنسبة للطاقة بتاعتك. لو انطبقت عليك كمل القراية، لو ما انطبقتش عليك اسمع القراية التانية، وما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك. طيب اول حاجة مشاعر الكراش. مشاعر الكراش عايزة اقولك ان هو حلوة جدا، يعني هو بيحبك قوي، معجب بيك جدا، بيحبك جدا. يعني انا مستغربة على الحب ده كله ليه مش بيعترف، بس هنعرف ليه مش بيعترف. الشخص ده حاسس اتجاهك برومانسية عالية جدا، حاسس بالتكافؤ، حاسس ان انت اكتر حد مناسب ليه، وحاسس ان هو بيحس بالشفاء وهو معاك، بالراحة، بالسلام، بالسعادة، بالتناغم. بيحس ان انت الشخص اللي هو مناسب ليه، او الشخص اللي هو توأم روحه، الشخص اللي بيرتاح وهو بيكون معاه، بتكمله. ممكن كمان تكونوا بتشتغلوا مع بعض، احتمال واحتمال ان انتوا يعني ايه، علاقتكم علاقة من النوع اللي هي تحس ان انتوا كأنكم متجوزين وانتوا مش متجوزين. يعني مش شرط يكون في بينكم حاجة جسدية، ولكن اقصد اللي هو احنا واخدين على بعض قوي، احنا على طبيعتنا مع بعض قوي، بنرتاح مع بعض جدا، حاسين ان احنا نعرف بعض من زمان. كل ده هو حاسه اتجاهك، يعني هو مشاعره اتجاهك جميلة جدا. ما بيعترفش ليه الشخص ده؟ ما بيعترفش لانه في شيء هو متعلق فيه. الشيء ده ممكن جدا يكون جواز، ولو هو جواز هتبقى انت عارف ان هو متجوز، هو يعني مش هتبقى الموضوع مفاجأة بالنسبة لك او كده، انت هتكون عارف ان هو متجوز. لو مش جواز هيكون ممكن جدا احتمال كبير لبعضكم يكون بسبب مامته او انثى في حياته. الانثى دي بقى عموما ايا كان، مامته، اخته الكبيره، متحكمه فيه مثلا زياده عن اللزوم، اهله بشكل عام، ممكن تكون مراته زي ما بقولك. حساها في حد مسيطر عليه ومبوظ له الدنيا دي. ممكن برضو جدا على فكرة يكون الموضوع يخص العمل، ممكن يكون هو مثلا الوظيفة بتاعته هو متعلق فيها لحد دلوقتي، مش واقف على رجليه، مش عارف اصلا طريقه، مش لاقي الوظيفة المناسبة، ممكن يكون في شغلانة مش احسن حاجة، في اكتر من سبب. يعني هو الحاجة اللي منعاه ان هو يعترف لك ملهاش علاقة بيك انت، هي ليها علاقة بظروف عنده هو. انما لو عليك انت هو بيحبك قوي ومعجب بيك قوي ونفسه اصلا تكونوا مع بعض النهارده قبل بكره. فبس دي كل حاجه يا مجموعه رقم 1. اشكركم جدا، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا لايك. بحبكم جدا، مع السلامه. اهلا بيكم يا مجموعه رقم 2 اللي اختارت الحجر الاسود. طيب اول حاجه بقى الطاقه بتاعتك. انت دلوقتي في حيره، انا حاسه ان انت محتار قوي. مش محتار بس في حياتك عموما. على فكرة انت عندك حيرة في حياتك، وعندك حيرة كبيرة اتجاه مستقبلك. ممكن تكون مش عارف مثلا يا ترى هتجوز امتى، يا ترى بقى هقابل الشخص المناسب امتى، يا ترى هقابل الوظيفة الكويسة امتى. وبالاكتر بقى حيرتك اتجاه الشخص اللي انت بتسأل عنه ده. على فكرة انت محتار فيه قوي، انت محتار في الكراش قوي، وبتسأل تقول هو ماله، هو الشخص ده ماله، هو بيحبني ومش بيحبني، هو بيقرب لي ليه، طب هو بيرجع يبعد ليه، طب هو ما بيعترفش ليه لما هو مثلا باين عليه الاعجاب او الحب. فانت محتار قوي في الشخص ده. دي اكتر حاجة شاغلة بالك الفترة دي. فلو الطاقة انطبقت عليك كمل قراية، لو ما انطبقتش عليك اسمع المجموعة الاولى.
وما تنساش تشترك في القناة وتضغط لايك. طيب اول حاجة هناخدها هي مشاعر هذا الكراش. بص، هو الشخص ده شوية نوعا ما مشاعره بالاكتر اعجاب وشغف ورغبة جسدية فيك اكتر، مش هقولك اكتر من كونها حب يعني، مش هظلمه برضو، انا هتأكد لك عشان انا محتارة فيه شوية. خلونا نوضح اكتر. هل مشاعره بالاكتر جسدية؟ بس هو عنده شغف اتجاهك رهيب رهيب، شغف جسدي على فكرة، مش بس، هو اكيد برضو عنده شغف اتجاه شخصيتك على فكرة. لا بيحبك، تصدق؟ ظلمنا الراجل. لا بيحبك. بص، هو بيحبك بس برضو عنده شغف اتجاهك عالي قوي. هو معجب بيك قوي من الاخر يعني، هو معجب بشكلك وبجسمك وبشخصيتك ونفسه ان انت يعني، لو انت بنت انت مستفزياه من الناحية الجسدية ومخليه عايز يبقى معاكي في علاقة جسدية، وكمان بيحبك يعني، هو كان معجب بيكي. لا، في مشاعر حلوة، في مشاعر رومانسية اتجاهه او من ناحيته يعني اتجاهك. في مشاعر وفي صداقة وفي حب وفي راحة كده. وهو على فكرة يعني انا حاسه ان انت بالنسبه له كانك يعني ايه الحاجه الحلوه اللي في حياته، انت احلى حاجه في حياته. عارفين انتوا الاحساس ده، ان هو الشخص ده جه غير لي حياتي كلها، او هو احلى حاجه في يومي. انا بستنى اخلص يومي، بخلص الحاجات اللي ورايا بس عشان اتكلم معاه. ممكن يكون ما بيعملش حاجه غير ان هو 24 ساعه بيتكلم معاك. الشخص ده على فكره معجب بيك ومشدود لك قوي وبيحبك، بس الشيء اللي منعه ان هو يقرب منك على فكره، الشيء ده يشبه قوي المجموعه رقم 1 برضو. بس مش عارفة ليه أنا حسيت كده لبعضكم هيبقى الشخص ده قريبك. ولو مش قريبك ممكن يكون مثلا انت يعني على معرفة بأهله، أو هو على معرفة بأهلك. انتوا تعرفوا بعض، الأهالي يعرفوا بعض. ليه؟ لأنه الشخص ده شوية خايف من الفضيحة. مش عارفة ليه خايف انه يتفضح، خايف مثلا ان انت ترفضه او تروح تقول لأهلك او تروح تقول لأهله. ممكن يكون متجوز وخايف مثلا انت ممكن تكوني تعرفي مراته، فخايف ان انت تروحي تقولي لها، او خايف مراته تعرف تحس بالموضوع مثلا. في حاجة هو خايف ان حد يعرفها. لو مش كده فهو برضو الاحتمال التاني ان هو يعني ايه، ممكن يكون عنده مشاكل في الشغل، ممكن جدا، وممكن يكون عليه قضايا كمان. وممكن يكون شوية زي ما قلت لك كده الشغل بتاعه مش احسن حاجة دلوقتي، وده مخليه مش عارف ان هو ياخد اي خطوة في حياته العاطفية. ليه؟ لان الشخص ده على فكرة هو جد شوية، هو من النوع الجد، من النوع اللي هو ما بيرتبطش لمجرد انه يقضي وقت. انا حاسه شويه ان هو شخص عاقل وناضج، وهو من النوع اللي هو هرتبط يبقى انا لازم، يبقى مثلا هقولك ان انا بحبك يبقى انا لازم اكون قد العلاقه دي، مش اللي هو اعلقك بيا واعشمك بيا وخلاص. لازم اكون قد الموقف يعني. وفي نفس الوقت هو هنا عنده حاجه قلقاه قوي، حاجه مخلياه مش عارف يركز. ممكن تصدقوا برضو يكون لا قدر الله عنده مرض معين مخليه حاسس ان هو مثلا مش هيصلح ان هو يكون زوج ليكي. ممكن يكون في مشاكل ليها علاقة بالأهل، أو مثلا انتوا من من ديانة مختلفة، أو من بلاد مختلفة، كل واحد فيكم ليه عادات وتقاليد مختلفة. في حاجة مخلية الشخص ده للأسف، وحاجة برضو مش ليها علاقة بيك انت، هي ملهاش علاقة بيك انت. لو عليك انت عاجبه وشايفك ان انت حد كويس قوي، بس هو واضح قوي ان انتوا ممكن يكون في بينكم اختلافات في الديانة او في العقائد بقى والعادات والتقاليد والجو ده كله، يعني حاجات المجتمع هو اللي يقف فيها. خلوني نشوف شوية كده تفاصيل اكتر عن هذا الرجل. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تضغطوا لايك. الشخص ده في حاجات ملخبطاله حياته قوي. ممكن فعلا زي ما بقولك كده يكون، على فكرة الشخص ده حبك بسرعة قوي، هو ما كانش واخد باله انه هيحبك اصلا، ما كانش عامل حسابه ان هو يحبك.
هو الموضوع حصل بسرعة، انتوا العلاقة تطورت بينكم بسرعة قوي على فكرة، على الاقل في مشاعره تجاهك تطور الموضوع بسرعة قوي، وده خلاه يحس ان هو متلخبط مخضوض، مش عارف ان كان الموضوع هينفع ولا لأ. طب هو ايه اللي هيحصل؟ هو على فكرة هو قلقان، وهو على فكرة هو نفسه بيفكر ان كان يعترف لك ولا لا. هو كمان محتار، يعني شوف انت كنت في طاقتك محتار في الشخص ده، هو محتار بقى ان كان يعترف لك ولا ما يعترفلكش، يبعد ولا يقرب. الموضوع ملخبطه قوي، خصوصا لو في حاجات زي ما قلت لك تعيق ارتباطكم، حاجات ليها علاقة بالمجتمع او الاسرة او كده، فده عامل له لخبطه اكبر كمان، فده ممكن يخليه ياخد شويه وقت اكتر. ما تحاولش تضغط عليه، حاول تسيبه على راحته يعني لحد ما هو ياخد القرار، يعني فاهم ازاي. وحاول بقى انت تهدي شوية من سرعة مشاعرك، بلاش تنجرف في مشاعرك قوي، علشان الشخص ده لحد دلوقتي خدش قرار اتجاهك، فانا مش عايزاك ان انت تتسرع فتتجرح في الاخر. بس ده مش معناه ان هو مش بيحبك، لا هو بيحبك، هو بس الموضوع هيتوقف دلوقتي على شخصيته بقى، ان كان هو شخصية قوية هيقدر يواجه اي حاجة قدامه، ولا هو هيبقى في الاخر بقى هيتخلى ويقولك سلام عليكم يعني. فانت خليك انت في الامان، وما تتعلقش قوي بالشخص ده لحد ما كل حاجة توضح وتبين. وبس، دي كل حاجة. مجموعة رقم 2، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. اشكركم جدا، مع السلامة.